على حسب التجربه ديالي في الدومين ديال تربيه الديك الرومي، اليوم غادي نقول لكم الايجابيات ديالو والسلبيات ديالو. غادي نبداو بالسلبيات. اول حاجه ان الكتكوت ديالو حساس بزاف في الاسابيع الاولى. ثانيا كيمرض بسرعه الا ما كانش المكان نقي، خصوصا الا ما كانتش النظافه ثم النظافه، خاصه الماء والماكله ديالهم. كيحتاج لبلاصه كبيره، ما يمكنش تربيه في شي بلاصه اللي قليله الا بغيتيهم يكون عندهم امراض بحال الافتراس وزيد عليها. كيستهلك الماء بزاف، وخاص كل مره تبدل داك الماء، لدرجه كنبدل الماء 3 المرات في النهار. كيستهلك بزاف ديال العلف. راه الطريقه مثلا مقارنه انني جربت نربي الدجاج ونربي بيبي، راه بيبي كياكل الاضعاف ديال الدجاج. عنده حساسيه قويه من البرد، خاصه الا كانوا كيباتوا في شي بلاصه بحال الا كيباتوا على الضص، راه ما غيقدروش يوقفوا على رجليهم، واخا يكون قدو قداش. وكيضربوا بزاف مع بعضياتهم، خاصه الا خلطتي الذكوره في بلاصه واحده، فيه صداع بزاف. خاصة انك الا خلطتي الذكورة في بلاصة واحدة راه كيديروا واحد الصداع اللي كبير بزاف. هاد لابارتي هادي ذكرنا فيها السلبيات ديال الديك الرومي، لابارتي الجايه غادي نذكروا فيها الايجابيات ديال تربيه الديك الرومي. الناس اللي ديجا عندهم بيبي وكيديروا التربيه ديالو، اشنو هما السلبيات الاخرين اللي لاحظتوا اللي ما ذكرتهاش في هذا الفيديو؟ قولوها لينا في التعاليق باش نستافدوا كاملين.